ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده رساله لاي حد قليل الذوق في حياتنا. المرطرطين في حياتنا هم كتير قوي، مش هيغلبوا، هيشوفوا الفيديو. لما تيجي تقول لحد انت تخنت قوي، انت خسيت قوي كده ليه؟ مالك؟ انت تعبان؟ انت وشك تعبان قوي. ايه ده؟ انت طلع لك حبوب في وشك؟ يا نهار اسود، هو في بني ادم بيطلع له حبوب في وشه في الزمن ده؟ مستحيل. انت مناخيرك كبيره كده ليه على وشك؟ في حاجه غلط. الاوتفيت اللي انت لابساه ده مكبرك على فكره جدا. انت شكلك كبر في السن شويه بلفه الطرحه دي، ما تلفهاش تاني. كل الكلام وما شابه من هذا الكلام السخيف يسيب اثر سيء في الشخص اللي قدامك، حتى لو الموضوع عدى بضحك وهزار والافيه بتاعك اتسقف عليه في وقتها. لما الشخص يجي يقعد مع نفسه هيفكر في كل كلمه انت قلتها، فهتاخد ذنب على ده. ليه؟ يعني في حاجتين: ويل لكل همزات لمزه، ودي ممكن تخشوا تعملوا سيرش عليها وتشوفوا معناها في القرآن ايه. وتاني حاجة: فلتكن خيرا او لتصمت. فالموضوع متحرم من جميع الاتجاهات، يعني الموضوع غلط وعيب من جميع الاتجاهات. ده رقم واحد. تاني حاجة بقى ان احنا اصلا مش بنقول عليكم انتوا دمكم خفيف لا، احنا بنقول عليكم قلالات الادب وقلالات الذوق، ما تربيتوش. وحاجه اخيره كمان: الشخص اللي انت بتنتقده ده هو عارف كويس قوي قبل ما ينزل من بيته، هو باصص في مرايته عيوبه اللي فيه، وعلى فكره عيوبه دي مضايقاه. اذا كان طالع له حبايه، اذا كان وشه بايظ، اذا كان تخين، اذا كان رفيع، اذا كان ما بيعرفش يتكلم، اذا كان ايا كان، فانت مش بتستفاد حاجه خالص. فبلاش تقوله، بلاش تقوله ده. يعني خليكوا محترمين.